ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل ايه؟ هنحمر المكرونه دي مع بعض. بجد انا بشكر حبايبي كلهم اللي من بره مصر ومن جوه مصر على الكلام الجميل اللي بيكتبوا ليا. ولعنا على المكرونه والرز اهوت يا حبايبي. معلش هو الفيديو قطع اصلا، انا كنت بسجل وانا بعمل الاكل من الاول، بس الفيديو انقطع سجلت غيره بقى. بصوا يا حبايبي الرز اهوت اتشرب، الرز اتشرب اهو، والمكرونه بنقلب فيها. هدي بس على الرز. يعني هعمل مكرونه محمره بصوا يا حبايبي، انا هحمرها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي المكرونه انا حمرتها اهي، مخرطه فلفل احمر على فلفل اخضر، بس هو في الحقيقه الفلفل الاحمر كله قليل القرن اخضر، وطماطم. منى كانت بتقلب فيها، وهي منى مجهزه بردك معايا، هي عايزه هي تعمل في الاكل، قلت لها تعالي، وهي اللي مخرطه الطماطم والفلفل والحاجات دي. هنفضيها بقى. طبعا المكرونه دي يا حبايب قلبي كل واحد تبع ما بيحب يعملها، في ناس بتحط توم، في ناس ما بتحطش، يعني اختياري، التوم ده اختياري، بس انا ما عملتش معاكم المكرونه المحمره دي خالص، قلت اعملها معاكم. انا بعملها كده، بخرط لها الطماطم زي السلطه وبحمرها كده، دي اسمها مكرونه محمره. انا بحب احمرها كده جنب الفراخ، بتبقى جميله جدا. احنا النهارده هنعمل فراخ جنب الرز وجنب المكرونه. انا هسيب الطماطم بردك تاخد شويه معاها، وبعد كده هبقى اسقيها بقى واحطها في السوا. بصوا يا حبايب قلبي، انا حطيت الفراخ رخرة تتشوح اهي، عملت لها ايه، حطيت لها بصله، بس البصل انا مخرطاه، مش بحطه حتت كده، لا بخرطه كده، وبحط لها ادي معلقه ملح. بصوا انا مقطعه الفراخ قطع كده يا حبايبي اهي، مقطعه الورك حتتين، والصدر نفس الحكايه، انا مش عايزاها قطع كبيره. بصوا انا مقطعاها كده قطع كده، مش عايزاها قطع كبيره. خرطت عليها بصله، حطيت معلقه ملح، دي معلقه كمون اهي، مش معلقه مليانه، يعني يعتبر نص معلقه كده، ده كمون. حط لها بردك بهارات، ديت بردك ربع معلقه بهارات، 7 بهارات اهي، شعر الجنزبيل، مرق الدجاج،
هاي يا حبايبي دي مربيات برضه. وهحطه واسيبها كده ده كله تندمج مع بعضها. هديها بس قلب كده عشان كله. ممكن بقى اضيف لها حبة طماطمة، ممكن اضيف لها قرن فلفل، يعني كل واحد تبع ما بيحب يعمل لها. بس انا ولا هحط لها طماطم ولا فلفل، عشان انا عندي بنتي ما بتحبش المرقه يكون عليها طماطم او فلفل. انا بس ضفت لها الكمون والبهارات والحاجات دي بس. المكرونه انا عملتها بس سايباها على ما الفراخ تتشوح واسقيها. هروح ساقيه المكرونه من شوربه الفراخ، بتبقى جميله جدا. هعمل يا حبايب قلبي. ودلوقتي وادي الرز رخر اهو قرب يستوي. انا هفصل بقى دلوقتي على ما الفراخ تتشوح وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي الفراخ اتشوحت اهي. انا هنزل عليها بالميه. بصوا لونها عامل ازاي، بجد لون المرقه جميل جدا ولون الفراخ. انا هنزل عليها بالميه يا حبايبي بقى واسيبها برضك تغلي، وبعد كده اسقي المكرونه. نكمل شويه كده يا دوبك يغطوها اهو، وهسيبها بقى تستوي براحتها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي بقى انا ضفت الشوربه اهي للمكرونه، وهسيبها بقى تستوي مع نفسها. والفراخ رخره اهي ابتدت تغلي، هتغلي بقى وبرضك هوريها لكم اما تغلي. والمكرونه بقى هسيبها تستوي براحتها. والرز استوى ونزلته وعملت السلطه. هوريكم كل حاجه يا حبايبي. بصوا انا عملت السلطه اهي، بصل وخضار وطماطم وفلفل وخيار. عملتها بقى هقلبها واغرفها في اطباق واوريها لكم. الفراخ استوت يا حبايب قلبي اهي، وحطيتها تنقلي اهيت. والمكرونه اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا المكرونه استوت وعملنا الرز والسلطه. هنغرف بقى الاكل. بصوا يا حبايب قلبي انا خلصت الاكل. هو ده كان غدانا. عجب بس شعرة ملح الكمون ارشها على اللحمه كده. انا بحب اقلي اللحمه وارش عليها شعرة ملح بكمون كده، بتبقى جميله جدا. لما بتيجي تاكليها بتبقى جميله جدا. بصوا المكرونه شكلها عامل ازاي يا حبايبي، والرز، الشوربه، السلطه، والفراخ. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. ويا حبايب قلبي كل اللي يخش القناه ياخد له جوله فيها كده، يشوف الفيديوهات القديمه واللي انا عاملاها قبل كده. بجد الفيديوهات كلها جميله جدا. واشوفكم ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. وبشكر كل حبايبي اللي من بره مصر ومن جوه مصر. بجد بشكركم على الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوا ليا. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان نكبر بيكم ونبقى عيله سعيده كده مع بعض. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلامه.